أن رسول الله كان يدعو عليها ويتمنى أن تهلك باعتراف المخالفين. ارجعوا إلى صحاحهم في البخاري، في مسلم، في مسند أحمد، في سنن الترمذي، في غيرها، تجدون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله ذات مرة سمع عائشة تقول ورأساه، تشتكي رأسها، تقول عندي صداع، عندي مشاكل. فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول بل أنا والله يا عائشة ورأساه، أنا اللي متأذي مو أنت، وما عليك لو مت فدفنتك وواريتك وصليت عليك، خلص ما عليك لو يصير هذا الشيء فيك، لو تموتين وتريحين. فهي تجيبه، هي بنفسها تروي يقول فقلت له أنه أما والله لو حصل هذا لوجدتك في نفس اليوم معرسا ببعض أزواجك.